سلب بعض اختصاصاته. يعني أنا في رأيي أنه عمل تغيير في القانون، عمل جريمة يعني، وهي أنه خد صندوق التمويل المخصص للرياضة لوزارة الشباب. دي صندوق التمويل، هذا الصندوق بقرار جمهوري نعم، انتزعوا بقرار مجلس وزراء في غيبة العمري. الصندوق ده يعني ايه؟ يعني الصندوق ده ايه يعني؟ صندوق التمويل الأهلي ده هو عبارة عن ميزانية تقريبا الرياضة والشباب، ولكن المتحكم في هذه الميزانية هي وزارة الرياضة، على اعتبار ان بعض المقتطع من وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، تذاكر المباريات، دافع الضرائب، كل ده بيروح لهذا الصندوق. نعم. هو الممول الرئيسي لحركة الرياضة والشباب في مصر، بغض النظر عن الاعتمادات اللي بتعملها الدولة. اعتمادات وزارة المالية ده جزء، والجزء الأكبر لدفع الرياضة والشباب في مصر هو صندوق التمويل الأهلي. هذا الصندوق اغتصبه أسامة ياسين من العمري في الحقيقة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برغم ان ده قرار جمهوري. نعم. هذا قرار جمهوري كان في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ثم كان في عهد الرئيس مرسي بنفس القرار. تحايل أسامة ياسين بالتعاون مع هشام أنديل وعمل تبعية هذا الصندوق لوزارة الشباب. كتف العمري تماما. العمري كان رافض، لم يستجيب لهذا الأمر. نعم. لأن أنا سألته بشكل مباشر عشان أفهم منه إيه الموضوع ده. قال ضغطوا عليا مرة واثنين، ويعني قالوا له أنت راجل محترم ومفروض بقى أنت تاخد المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وتسيب صندوق التمويل لأسامة، ويعني العملية تبقى متقسمة. لهم لا، أنا ما أقدرش، لأن القانون بيديني هذا الحق، فبالتالي أنا ما أقدرش أفرط فيه. هذا الأمر رفضوا مرة واثنين، وفي أحد السفريات هو غايب عملوا قرار مجلس الوزراء ونقلوا تبعية هذا الصندوق إلى أسامة. ليه ما استقلش؟ ليه ما خدش موقف؟ ليه ما رفضش برضه؟ يعني دي ما أقدرش طبعا يعني ألزمه بيها، إنما عايز أقول في الآخر إنه كان مضغوط عليه. طب إيه الضغط عليه في إيه تاني داخل هذه الوزارة؟ فأفقدوا صلاحيات، أو هل دخل ناس لأنهم من الإخوان ولأنهم يريدونهم داخل الوزارة فدخلوا؟ هم ما كانوش بيمثلوا في الحقيقة. يعني أنا بعد أسبوع 10 أيام الواضحين كانوا لا يتعدوا 3-4 في الحقيقة، وما